صخري عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. تلقاكم هذا الفيديو وجميع فيديوهاتي ان شاء الله في احسن احوالكم. اليوم اختي غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الضخامه. هاد الوصفه هذه غادي تضخمك ما شاء الله من داك الشر فيه. وصفه تصلح العيالات، الرجال، وليدات صغار، حامل، مرضع، كيف ما كنتي يمكن لك تستعملي هاد الوصفه هذه. كتصلح للناس الرياضيين وغير الرياضيين. وعلاش قلت الرياضيين؟ لانها كتضخم ليهم العضلات، كتبني العضلات وكتضخمهم، وكتزيدكم اختي كيلوات 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 على الصح بشي حاجه صحيه ما فيها حتى شي ضرر. نتوما كيف تعودتم عندي دائما وصفاتي كنحاول ما امكن نشارك معكم وصفات اللي كتكون امنه، لان كيف كنقول لكم راه هي وجهي معكم وانا مستحيل نعطيكم شي حاجه اللي تخسر وجهي معكم. الحاجه الاخرى هو انه هاد الوصفات هذه انا كنستعملها انا شخصيا. بطبيعه الحال ماشي كلها، كاين وصفات اللي سباق لي استعملتها، كاين وصفات اللي كيستعملوها ناس هكا محيطين بيا، كاين وصفات اللي كيعطوهم ليا ناس مجربينهم وكنعرف المصداقيه ديالتهم. فالوصفات كلهم مضمونين ونتيجتهم زوينه بزاف. وراه المتتبعين اولا الناس اللي مابونين معايا قدام ولله الحمد كنشوفوا في لي كومونتير كيمشيو يجربوا شي وصفه وكيجيو يقولوا لي وبغيتكم كلكم اي وحده جربت وصفه وعطاتها نتيجه، وانا متاكده وصفاتي كلهم كيعطوا نتيجه، تخليها لينا في التعليق باش هكا تزعم حتى البنات الاخرين. وصفه اليوم نعيا ما نقول لك عليها ما غنوفيهاش حقها. كتزيد في الوزن وكتراسي لك الجسم ديالك ما شاء الله وكتضخم لك العضلات اللي تتكون في المناطق الانثويه، لان كيف كنقول لكم دائما المناطق الانثويه في حد ذاتها راها عضلات. بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشره لهذا المكونات ديال الوصفه. ولكن قبل بغيت غير نطلب هكا من اي بنت دخلات تفرجات في الفيديو ديالي ما تنساش تخلي ليا واحد اللايك باش هكا الفيديو يشوفوه ناس اخرين ويستافدوا حتى هما كيف كتستافدوا نتوما، وحتى انا بطبيعه الحال غادي نستافد. ما تنساوش تبارطاجيوه مع اي واحد كيبغي وصفات طبيعيه امنه سليمه مضمونه لزياده الوزن، وخلوا لي تعاليق تكون زوينه بحالكم. دونك بالنسبه للمكونات غادي نبدا معكم باول مكون غادي يكون معنا في وصفه اليوم. هي الوصفه فيها الصراحه 3 ديال المكونات فقط، 3 ولا 4 على حسب. المهم انا نقولهم لكم نتوما غادي تعرفوا. اول مكون غادي يكون معنا اللي هو الزنجلان اولا السمسم. انا شوفوا الزنجلان راه ما تيخطانيش، كناكلو باشكال وبطرق مختلفه لانه ما شاء الله كيعطي نتيجه كيغلط. ما يمكنش تكون شي وصفه لزياده الوزن او تضخيم العضلات او باغي نغلاضوا بها وما يكونش الزنجلان حاضر. انا بالنسبه لي رقم واحد في زياده الوزن وفي التسمين وفي تضخيم العضلات. زائد على انه الفوائد ديالو عباد الله راه بغيتكم انا واخا تكونوا ما باغينش تغلاضوا دخلوا الزنجلان في النظام الغذائي ديالكم. خذي اختي معلقه وحده على الريق في الصباح كيف تنوضي تكون اول حاجه تبداي بها النهار ديالك. هذا كندوينا مع اللي ما باغينش يغلاضوا. وشوفي ما شاء الله البشره ديالك كيفاش غادي تولي، الشعر ديالك كيفاش غيولي، صحتك كيفاش غتولى، كيفاش غتولي زوين بزاف. الزنجلان زوين بزاف ودخلوا قلبوا عليه وبحثوا عليه. دونك كيف قلت لكم غادي يحتاجوا الزنجان. هذا الزنجان هذا بطبيعه الحال راه منقي مغسول محمر واجد، يعني ما خاصه حتى شي حاجه. ثاني غادي يكون ثاني مكون غادي يكون معنا في وصفه اليوم هو واحد زليفه ديال المكسرات. اختاروا نتوما النوع ديال المكسرات اللي بغيتو. انا هنا اختي دايره مكسرات ديال الدراوش اللي يقدر اي واحد يشريهم، اللي هما اللوز والكركاع، ارخص ما كاين في المكسرات. بغيتي انت يا اختي ديري الكاجو، ديري البيستاج، ديري نوازيت، اللي عجبك ديريه. مهم كيبقى لك واسع النظر. قلت لك انا دايره ارخص نوع ديال المكسرات اللي هو اللوز والكركاع. هنايا اللوز مقطعاه شويه بالموس والكركاع راه تهرسيه غير بيديك. المهم مكسرات من الافضل يبقاو بهذا الشكل هذا، يعني غير قطع. هادشي اللي بغيت نقصد، ما طحنوهمش وما تخلوهمش صحاح، يكونوا هكا قطع كبار صغار ماشي مشكل، المهم قطعوهم هكا بهذا الشكل هذا. دونك انا غادي نبدا كنحضر معكم الوصفه وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم ولا غنوريكم المكونات اللي غنزيد عليهم. خديت طبسيل هكا انا لقيته قدامي، كنت باغا نحضر الوصفه لقيته قدامي وجبته هكا من الكوزينه، حطيته ديرتو اي حاجه خلطوا فيها. درت ديك زليفه ديال الزنجلان هي الاولى. كي قلت لكم الزنجلان منقي مغسول محمر ولا بده يكون محمر. من بعد غادي نزيد عليه ديك الزليفه ديال المكسرات اللي قطعت. قلت لكم اللوز والكركاع هو اللي عندي هنايا.
غادي نخلطهم مزيان ورجع نتلاقى معكم باش نوريكم المكونات اللي غنزيد عليهم، وكذلك نكمل معكم الوصفه. بالنسبه لثالث مكون غادي نضيفوه هو زبده الفول السوداني. هاد زبده الفول السوداني اللي كنوريكم هنايا راه مصايباها في الدار، شاركتها معكم من قبل. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف الا بغيتو تمشيو تصايبوها، بغيتو تشروها كيبقى لكم الاختيار. ولكن بغيت غير نقول لكم بانه هاد الزبده ديال الفول السوداني اللي مصايبه انا احسن واقوى بكثير من زبده الفول السوداني اللي تتباع على برا. سولينا اختي علاش؟ انا غنقول لك علاش احسن. لانه انتي حضرتيها بنفسك، لانه 100% كاوكاو ما فيهاش شي حاجه اخرى. احسن ايضا لانه كتقام عليك اقتصاديه، شي حاجه اللي زوينه بزاف. وعلاش اقوى لان اختي انا هنا زايده فيها زيت الزيتون، هذه الحاجه اللي ما زايدينهاش في زبده الفول السوداني اللي كتباع على برا. وعلاش زيت الزيتون غادي يقويها؟ لانه واحد من اقوى ومن اكثر العناصر اللي كتحتوي على كميه كبيره ديال السعرات الحراريه. ولا قلنا السعرات الحراريه غادي نقولوا زياده الوزن. راه ماشي اي حاجه كناكلوها راه كتزيد في الوزن، راه واخا تبقاي تاكلي من اليوم حتى الغدا الا ما كنتيش كتدخلي للجسم ديالك واحد العدد ديال السعرات الحراريه كبر وكثر من هذاك العدد اللي كيحرقوا الجسم ديالك في النهار، راه ما غتزيديش في الوزن نهائيا. وزيت الزيتون او زيت العود كيف قلت لكم فيه نسبه عاليه ديال السعرات الحراريه، فيه كميه كبيره ديال السعرات الحراريه اللي كتزيد في الوزن. دونك هنايا الوصفه او زبده الفول السوداني هي في حد ذاتها بوحدها ما شاء الله مصدر من مصادر البروتين، وكتغلظ وكتزيد في الوزن وكتبني العضلات. زدنا عليها زيت الزيتون. فشوفوا معايا هنايا علاش انا قلت لكم زبده الفول السوداني اللي عندي قويه. حاجه اخرى بغيت نضيفها بالنسبه لزبده الفول السوداني اللي شاركت معكم طريقه التحضير ديالها، راه فيها العسل. بالنسبه للناس العاديين الحمد لله صحتهم على خير وبخير، مرضى السكري ممكن يستعملوا هذه الوصفه هذه، وزبده الفول السوداني ما يديروش فيها العسل، يكتفوا فقط بزيت الزيتون. المهم كيف قلت لكم هاد زبده الفول السوداني راه اللي بغى يحضرها غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وعلى فكره صندوق الوصف راه فيه حتى الوصفات اللي صالحه لمرضى السكري. دونك غادي نزيد ديك زبده الفول السوداني هكا غير القياس عيني ميزاني، تنشوف الكميه اللي غادي تخلط ليا هاد المكونات هادو اللي هما المكسرات والزنجلان، ورجع نتلاقى معكم باش نقول لكم طريقه الاستعمال ديالها. وفي هذه الاثناء هذه ما كرهتكمش تهبطوا كاملين تحطوا لي واحد لايك وتعليق زوين بحالكم وترجعوا تكملوا معايا الوصفه. وها هو الشكل النهائي ديال الوصفه البنات من بعد ما خلط دوك المكونات كاملين مزيان ودرتهم في هذه القرعه هذه ديال الزاج. ما دوش على الشكل ديالها نهائيا. اهم حاجه هي الفائده والبنه. ما نعاودش لكم البنات راها بنينه 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 بواحد الشكل اللي هو خطير. عرفتوا انا راه كنحطها فاش كنبغي ناكلها ما كنسخاش هكا بمعلقه ولا جوج، لا كنبقى شاده القرعه وكناكل وكتعجبني. بنينه بنينه بنينه. نتوما تجربوها وغادي تشوفوا. وهي اصلا راه باينه غير من المكونات. الزنجلان بنين، المكسرات راه بنان، وزبده الفول السوداني ما نهضرش عليها راه ابن منها ما كاين. شوفوا البنات هاد الوصفه هذه ما عندها حتى شي قيود، خذوها الوقت اللي بغيتو في عدد المعالق اللي بغيتو. نتوما اصلا قلت لكم راه بالنسبه لكم ادمان، ما غتشبعوش منها. انت غتحلي القرعه تكوني ناويه مثلا تاخذي غير معلقه ولا جوج، ما غتعيقيش تلقاي راسك ضربتي نص في القرعه ولا اكثر. انا هذه راه ما كتطولش عندي، مده قصيره وكتسالي وكنعاود نحضرها عاوتاني مره اخرى. الاهم من هادشي كامل هي انه الوصفه كيف قلت لكم ما شاء الله راه غير من المكونات ديالها كتشوفوا شحال فيها ديال السعرات الحراريه. فيها كميه كبيره ديال السعرات الحراريه، فيها بروتين، فيها معادن، فيها فيتامينات، فيها دهون صحيه، فيها كل شيء. هذوك الحويجات اللي غادي ينفعوا لينا الجسم ديالنا وغيزيدونا في الوزن. كيف قلت لكم غيزيدوكم كيلوات بشكل صحي. هذا هو المهم، كيلوات صحيين، ماشي بحال الا زدتي غير دهون. هذه راه كتزيد في العضل ماشي في الدهون. وماشي بحال زدتي غير حتى بعض الخطرات البنات غير كيتنفخوا كيتسحب لهم غلاضو، لا هذه كتغلظ على الصح ماشي كتنفخ. كيف قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو الوصفه صالحه للرجال، العيالات، حوامل، مرضعات، وحتى الوليدات الصغار غادي يحماقوا عليها. ما غاديش بالنسبه هكا العيالات اللي وليداتهم ضعاف وباغيين شي حاجه هكا اللي تقويهم وتغلظهم وتزيدهم في الوزن وما كيبغوش ياخذوا لهم الوصفه ديال زياده الوزن. هذه الوصفه هذه راه هما غيولوا يصدعوكم عليها لانها بنينه وكتعطي نتيجه زوينه. هذه اهم حاجه.
فوالا حبيباتي، هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. قبل ما تخرجوا كما العاده ما ننساش نفكركم انكم دعموني باللايكات ديالكم، بالبارطاج مع الحباب والصحاب، واي واحد باغي يزيد في الوزن ديالو بطريقه صحيه طبيعيه سليمه ما فيها حتى شي ضرر. قولوا لي ما عليك الا بوصفات سناء بيوتي، وما تنساوش تخلوا لي كذلك تعاليق زوينه ديالكم اللي كنكون سعيده جدا كل ما قريتها. تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.